على ذكر الموضوع ده بقى، في حاجة تانية مهمة جدا طالما الأمهات معايا النهاردة، رمضان والصيام، عشان دي خناقة كل سنة. مين هيصوم في رمضان وهي بترضع، ومين هتصوم ومين هتفطر. مبدئيا يا جماعة عشان نبقى متفقين، هو مش سباق. الطاعات في رمضان سباق، انما الاخذ بالرخصة، ان انا لو ما خدتش بالرخصة دي مش شطارة. يعني محدش يتسابق على واحدة تتسابق على التانية وتقول لها على فكرة انا كنت بصوم وانا برضع توأم عادي، على فكرة انا كنت بصوم وانا حامل وقربت اولد عادي. انت حرة، انت ربنا كرمك في ابنك، بس ده مش معناه ان اللي فطرت وخدت بالرخصة غلطانة. بالعكس، ما يمكن انت اذيتي ابنك، ما يمكن وزنه اتأثر، ما يمكن كان بيعيط جعان. يا جماعة ربنا لما قال لنا خدوا بالرخصة ما قالها لناش عشان احنا ناس مثلا بنتدلع. انتي مؤتمنة على روح في بطنك او روح بترضع، انتي غذائها الوحيد طالما الطفل لسه ما بياكلش. لو رضعتي وانتي صايمة، ابنك لسه مولود، انا بتكلم على ابنه لسه ما بياكلش، لو رضعتي وانتي صايمة اللبن هيقل قولا واحدا. دي ما بندخلش فيها التوكل والرزق، دي بندخل فيها الأخذ بالأسباب، ونسأل أهل الذكر، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، والرحمة الجميلة بالمولود الصغير. القاعدة لو سمحت عشان خاطري، لأن أنا بقول لكم أهو، بيجي ناس أقول لها ما ينفعش تصومي، اللبن هيقل، خدي بالرخصة، ما بتسمعش كلامي. بعد أسبوع من رمضان بتلاقيني كل يوم بعمل لايف عشان الستات بتسألني اللبن قل قوي، ألحقه إزاي بسرعة؟ ابني بيصرخ من الجوع، ابني عنده امساك بقاله 6 ايام ما دخلش الحمام من ساعه ما انا صمت، اعمل ايه؟ ساعتها ما بعرفش الحقها. ليه بقى؟ لانه معنى ان ابني بدا يصرخ من الجوع ان المخزون الاستراتيجي اللي انا عاملاه من اللبن قل 3/4. عشان اكسب ال3/4 دول انا لازم اقعد اعمل مجهود اسبوعين كمان. اشبع لك الولد ده اسبوعين كمان ازاي لغايه ما تعملي المخزون؟ يبقى ربنا عرفوه بالعقل. انا بقى في الحته دي ببقى متغاظه قوي لان بخاف على عيالي. فلو سمحتي لو ظروفك كده يبقى تاخدي بالرخصه. طب تعالوا نقسمها، مين اللي يقدر ياخد بالرخصه ومين اللي يقدر يتوكل على الله ويصوم. لو بيبي لسه ما بياكلش وجبه كامله ما ينفعش، يعني اللبن هيتاثر جدا. ليه؟ دلوقتي اللبن بيدي للطفل يوميا على الاقل لتر الا ربع ميه، وبيديله سعرات حراريه برقم معين. انا لو صايمه مش هقدر اوفر السعرات دي، مش هقدر اوفر، غصب عني يا جماعه، والله ده غصب عننا. اوكي، وعمليا يعني. واقول لكم على حاجه كمان، هحط لكم لينك النهارده مثلا لحد من استشاريين الرضاعه الكبار جدا، واستشاريات الاطفال وحديثي ولاده الكبار جدا، واحط لكم لينك للتوصيات بتاعتهم بخصوص الصيام. عشان انا عارفه ان انت عشان تاخدي قرار انك تاخدي رخصه دي لازم تبقي برضو متحققه من كذا ناحيه، وفاهمه متاكده ومطمنه. الواحد بيبقى خايف يعني يحس بالذنب او يبقى فاهمه، ما بتبقاش يعني، بتبقى احساس غريب. طيب فانت لو سمحتي، لو ابنك ما بياكلش خالص، ام لسه والده، بيبي عنده شهرين، انت لما ما بتاخديش الميه الكافيه بتاعتك وما بتاكليش كويس، اولا انت بتدوخي جدا، ضغطك بيوطى جدا، هو بينشف، لبنك بينشف. بتلاقي نفسك شاطره قوي اول يومين و3 و4، انما بتيجي على بعد اسبوع 10 ايام بتلاقي اللبن نشف، ما بتعرفيش تعملي ايه. بيقولوا لك كلي تمر وخدي حلبه واشربي معرفش بريستو، مش هيزيد زي ما انت متخيله. فنمره 1، وهتلاقي البول عند الطفل في الحفاضات بدأ يقل، والطفل بدأ يجيله امساك. يبقى اللي ابنها لسه ما بياكلش خالص، بيبي 3 شهور، شهرين، لسه مولود، 4 شهور، على فكرة 4 شهور ده حتى لو بدأ ياكل هو ما بياكلش، ده بيلحس، ده هو لسه ما عندوش الوجبة اللي تشبعه لو ما لقاش عندك. نمرة 2، الأمهات اللي عندها صعوبات رضاعة، بترضع طبيعي مع صناعي، ومع الوقت الطبيعي بدأ ينشف. انت اصلا بيبقى لبنك ناشف على الاخر وخلاص، انت واصله لمرحله مفيش لبن، ويا دوبك بنحاول نزق في شويه اللبن، فانت هتصومي خلاص كده، ما على العيد هتكوني فطمتي وبندي صناعي. فلو انا عندي صعوبات رضاعه وبحاول اعالج فيها. نمره 3، لو ابني عنده مشاكل في الجهاز الهضمي او تغذيه، يعني مثلا عنده حساسيه البان وبيرضع مني بس ومعتمد عليا بشكل كبير، يعني عنده مشاكل معينه ان وزنه قليل جدا ولازم توزني قبل ما تصومي، الله يكرمكم اوزنوا العيال قبل ما تصوموا.
نمرة 4 لو الأم عندها مشاكل مرضية تمنع الصيام، أو بتاخد علاجات معينة لازم تفضل واخداها. بالنسبة بقى للأطفال الأكبر اللي بتاكل، وأنا مش راضية أقول سن في الأكل لأن الموضوع مختلف. في طفل عنده 6 شهور أو 5 شهور وما شاء الله بيقعد يفطر ويتغدى، فكويس لو هياكل وجبتين كاملين كويس. ممكن أقولك ابتدي صومي 5-6 أيام وجربي، 3 أيام وجربي. في أمهات بتصوم مثلا يومين ويومين على حسب عشان تقدر تمد الطفل باللبن. في العكس يا جماعة، في طفل ممكن يبقى عنده 7 شهور ومش راضي ياكل خالص وبيسنن ومعتمد على الأم 124 ساعة. طب دي هتجيب له لبن ازاي؟ هو ما بياكلش. وفي ناس هتقولك سيبيه جوع، لما يجوع هياكل. مش هياكل على فكرة. اللي بيسننوا دول ما بياكلوش حتى لو جوعتيهم طول اليوم. انا مش عارفة بيعيشوا ازاي، هي رضاعة. فانا مش راضيه اربطها بسن. انت ادرى ابنك بياكل وجبتين على بعض، بيقعد على الكرسي كده وتاكليه وجبتين على بعض، يبقى توكلي على الله. ما وجبه كامله يعني 4 معالق كبار. ما بياكلش الوجبتين دول على بعض، يبقى معلش الطفل في المرحله دي محتاجك. ام بتسال سؤال مهم قوي، لو انا هصوم في رمضان مع الرضاعه ازاي احافظ على اللبن على قد ما اقدر؟ لو انت ابنك بياكل وناويه ان شاء الله ان انت تصومي في رمضان مع الرضاعه، هتعملي كذا حاجة. نمرة 1 السحور مهم جدا، مش اوبشن انك تلغيه. نمرة 2 كوباية مية كل نص ساعة من الفطار للسحور. اوعي تحوشي المية للآخر خالص وقت السحور تشربيها. ليه؟ ده لو شربتها كلها مرة واحدة الكلى هترميها كلها في البول مرة واحدة. لو سقتيها من الفطار للسحور جسمك هيحتفظ بأكبر كمية. نمرة 3 المية يعني مية او ينسون او شوربه. الميه ما بيتحسبش فيها العصاير، لان انتوا كلنا اول ما بنفطر بنمسك في العصاير لغايه بالليل من كتر ما احنا حاسين ان احنا هفتانين. ما تحسبيهاش في الميه. العصاير بتمص كل الميه اللي في جسمك، بتخلي جسمك ما يستفدش منها. نمره 4 الامساك هيحصل طالما بترضعي طبيعي وصايمه. انت هيجيلك امساك والبيبي هيجيله امساك، فانا ما استناش لما الامساك يجي. انا اعمل حسابي ان اكلي كل يوم في رمضان في طبق سلطه، في شويه كوسه، في مثلا عن كوبايه عصير برتقال لو ما بتعملش حموضه ليا انا والبيبي. اهلي نفسك بحيث الاكل يبقى دايما فيه ملينات على الفطار وعلى السحور وفي النص. وعلى فكره في نظام غذائي انا عاملاه بالسعرات للام اللي بترضع وهي صايمه. ادخلي على اليوتيوب وعلى الصفحه هنا على الفهرس هتلاقيه في السلسله بتاعت رمضان، وهعيده تاني ان شاء الله على قبل رمضان. طيب نمره 5 ركزي في الاكل الصحي. انت عندك ويندو او فتره قصيره قوي المفروض تاكلي فيها، ما تقضيهاش بقى مقليات وسمبوسه وكنافه وحاجات كلها ومكرونه بشاميل، يعني حاجات كلها ما فيهاش اللي هو الطفل محتاجه. ركزي لي كده في اكلتك اول حاجه قبل ما على طبق الخضار وشويه البروتين، وبعدين كملي النشويات. ده مهم جدا عشان خاطر ابقى اديتك اهم حاجات للطفل.